الاطار نتاع الجلسه هذه اللي هو اهم واللي يتمثل في التناول الاعلامي لظاهره العنف المسلط على المراه. انا مع مدام انيسه وضدها في نفس الوقت. علاش؟ اليوم انا كاعلاميه زاده، قبل ما نكون اعلاميه انا امراه، وقبل ما نكون امراه انا انسان. اليوم الاعلام نتاعنا للاسف قاعد يسوق صوره خايبه على المراه التونسيه. كيفاش؟ كما قالت مدام انيسه، الكل اليوم يظهر لي الاعلاميين والصحفيين المسموع والمكتوب والالكتروني والسمعي والبصري يتسابق على ما يسمى بثقافه البوز. اللي اليوم شكون اللي يجيب سكوب قبل، شكون اللي يجيب شهاده اكثر اثاره، شكون اللي يجي يطرح موضوع اكثر اثاره باش يحقق اعلى نسبه مشاهده، مغاضين الطرف على الجانب الاهم اللي هو الجانب الاخلاقي، الجانب الاخلاقي اللي نعتبره مهم. والصحفي او الاعلامي بشكل عام اللي يحترم نفسه واللي يحترم مهنته هو اللي يحط في اعتباره اخلاقيات المهنه، ويحط في اعتباره انه لازم يحترم الماده اللي قاعد يمررها للمتفرج، اللي يمررها للعائله التونسيه. وهنا خليني نركز على القنوات التلفزيه او البرامج التلفزيه، البرامج الاجتماعيه، الشو اللي نركز عليها على خاطرها تقتحم ديارنا اكثر من وسائل الاعلام الاخرى. ولهنا بتاتر لمن يجرأ او عندي ما نقول لك في الحالات اللي قاعده تقدم فيها أماتة اللي فهم عريت أكثر ما يمكن الظواهر هذه. مانيش ضد إنك تحكي، لأنه كما قلت بكري سكيتنا راهو يزيدنا عنف على عنف. أنا مع إنه نطرح المواضيع هذه، وراه إذا كان إحنا كإعلام بدرجة أولى ما طرحناش المواضيع هذه، وكان الإعلام سباق في برشا حالات. ونأكد زاده على المؤسسات او الهياكل اللي تابعه للدوله او الخاصه، كيف جمعيه النساء الديمقراطيات، وزاره المراه، الاتحاد الوطني للمراه، وعديد الجمعيات النسائيه والمجتمع المدني الاخرى اللي قاعده بالحق قاعده تدرس في الظواهر هذه. علاش الاعلام ربما اكثر السلطه، وربما هو الاسرع، وربما هو الاكثر تاثيرا في الاطار هذا في بثه للظواهر هذه. ولكن حذاري بكل يعني وعي، نقولها بكل وعي، الاعلامي لازم يحترم نفسه ولازم يحترم الماده اللي قدمها حتى وان كان بذكاء. علاش بذكاء؟ لانه ساعات السلطه ما تلقاهاش في يد الاعلامي اللي قدم البرنامج، لانه هو في حد ذاته مرتبط بالسياسه او بتوجه. صحيت يعطيك الصحه، خط تحريري معين لوسيله الاعلام.